السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل متابعين قناة أرشيف باسم كتكت والفنان السوري نصيف زيتون، أسعد الله صباحكم بكل خير حبايب قلبي. فيديو اليوم عن خبر هادي أسود ووفيق حبيب ونصيف زيتون. بس ياريت قبل ما نبدأ الفيديو نعمل لايك ونشترك بالقناة ونفعل زر الجرس ليصل لكم كل جديد وحصري للفنان السوري نصيف زيتون، ومتابعة صفحتنا على الفيسبوك رجل غير كل الرجال بالعربي. فيديو اليوم هادي أسود صوت وفيق حبيب أجمل من صوتي وأفتخر بنصيف زيتون. يرى الفنان هادي أسود إن صوت وفيق حبيب من أحلى الأصوات في سوريا وأجمل من صوته، ويمتلك القدرة على أداء كل ما يسمع وهو كل ما يسمعه، وهو بمثابة أخ لي سناك سوري. متابعة وجاءت حديث أسود ببرنامج المزح نصوب جد، المزح نصوب جد، أثناء الطلب منه إبداء مقارنة بين عدد مغنيين سوريين تم طرحهم أمام متابعته، أنه يعتبر نصيف زيتون الأول جماهيريا، ويحب محمد خيري ومحمد مجذوب وحسام جنيد وصافن الجميع بالأصوات الجميلة. ويفتخر أسود بنجومية زيتون، فهو يستحق ويقدم أغاني جميلة واجتهد على نفسه. ووضح أسود حقيقة ما حصل معه خلال أحد حفلات مع عاصي الحلاني، والذي قال لي المتعهد حينها أن الحلاني لا يقبل أنه يغني قباله، وأنه تم ذلك فهو لا يريد أن توضع صورته معه، منوهة أنه قد يكون كاملا غير صحيح ليقوم بالامتناع عن السفر للحفلة، والذي تزامن مع عدو غزة، فوجد من غير الألاقة أنه يغني والناس تموت. وذكر أن الشائعات تطل بشكل مستمر من اقترب الناس لي، ولا يمكن لا أحد أن يتحكم بالمحتويات التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا ليك يا أستاذ هادي. وبصراحة أنا يعني سمعت لك كم أغنية حلوين وعجبوني، بس ليه عاصي الحلاني رفض ان يحصل كده يعني، او ان انت تطلع تغني معاه؟ هو عاصي الحلاني فنان كويس، بس ليه يعني؟ يا ريت يا جماعة لو حد عرف يكتب لنا في التعليقات ليه عاصي الحلاني رفض انه هادي أسود يغني معه على المسرح. وان شاء الله باذن الله في فيديوهات كتير واخبار حلوة هعملها لكم، وفي كمان معايا بعض من حفلات كندا برضو هنزلها لكم، بس مش وقته علشان خاطر في ظروف عندي كده. وان شاء الله باذن الله اشوفكم الفيديو القادم على خير. ومننساش نعمل لايك، واللي مش مشترك في القناة يعمل اشتراك ليصل لكم كل جديد وحصري لنصيف زيتون، ومتابعة صفحتنا على الفيسبوك رجل غير كل الرجال بالعربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.